كدوز دائما حكاية كتروى ولا فراغ كيتنسى. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم في لاشين ديال خوكم مارو. كالعادة قبل ما نبداو القصة واللي بطبيعة الحال هذه هي البارت الثالثة من قصة علال مع المافيا. فكالعادة ما تسوناش بلايك، كنتي جديد اشترك في القناة، وبطبيعة الحال اذا كنتي جديد فراه ضروري ما ترجع وتفرج في لي بارت اللي كاينين قبل. عند ديك الساعة جي رجع وكمل معنا القصة. ما علينا. لقيت بلي وقع تمرد من الشخص اللي كان مكلف بتكوين الدراري في طنجة. اييه داك العزي، حيت كان داير اليد في اليد مع العصابات اللي في جنوب افريقيا والطاليان، وتعمد يصيفطهم وخلق زامي كان رافض هاد الفكرة. وهاد القضية ما عمرها كانت في المافيا من قبل، حيت اصلا ما محتاجينش جواسيس ولا مخبرين، كلشي كان مخطط ليه. تفكرت باللي اصلا كاع ما شفتو في الجنازة ديال القزامي، ولكن اللي محيرني هو علاش انا والدريه الاخرى ما دخلناش في اللعبه معاهم ورجعنا لكازا. وقفت ديك الساعه وديت معايا الرجال طنجة ولقيتو بلي هرب، حيت عرف بلي تفضح المخطط ديالو. واخا انا الصراحه ما كنتش ناوي كاع نقتلو، بغيت غير نعرف السبب علاش دار هادشي. وحتى الدراري اللي كانوا كيدوزو الفورماسيون تماك ما كاينينش، وما عندنا حتى شي خبار عليهم. رجعت لكازا وسولت دوك الخوانه واش عارفين شي حاجه اخرى. قالوا لي بلي كاع الدراري اللي كانوا تما مشاو في حالهم. بطبيعه الحال من بعد ما مشيت انا، يعني في نفس النهار اللي تقتل فيه الشاف. المهم بقيت كنفكر وانا اتصل بالحلفاء وعاودت لهم شنو وقع، وقلت لهم بلي محتاجهم باش يعاونني نلقاه. وفعلا من بعد ما دازت يومين شدوه في الحدود ديال المكسيك، ولكن ماشي الحلفاء، البوليس ديال الحدود هما اللي شدوه، حيت كان ناوي يهرب الامريكان واخا عنده باسبور وكلشي ما كانش يقدر يبين الهويه ديالو. حيت الحلفاء نشروا تصويرته وسميتو وقالوا لي شدو حي غيعطيوه $1,000,000، ولكن للاسف شدوه البوليس. من بعد صيفطوه المغرب، وملي جا استغليت النفوذ ديالي وخرجته، ولكن ماشي باش نعتقو، بغيت غير باش نتحاسب معاه. بقيت كنسول فيه علاش دار هادشي، وكان الجواب ديالو هو انه بغى يشد البلاصه ديال البوس ويولي هو اللي كيحكم. مي انا هاد الجواب ما قنعنيش كاع. عطيتو العصا مزيان وعاود سولتو، والو ولد ديال الكلبه ما بغاش يبدل الراي ديالو، وقررت نخليه محبوس تما ونعذبو كل نهار حتى وكان يقر على خاطرو. بعد ما داز شحال من شهر وانا كنعذب فيه ونجوعو بلا نتيجه، قررت باش نحبس هادشي اللي كندير ونخليه مسجون بلا ماكله بلا والو. المهم راكم عارفين الموت البطيء. من بعد جاتني رساله من الحلفاء كيهضروا ليا فيها على واحد العصابه في سنغافوره مختصه غير في الاغتيالات والقتل وكل انواع الاجرام. الا كان عندك شي حساب مع شي واحد ولا بغيتي تعذبو وكاع داكشي اللي في راسك، المهم ما عليك غير تعطيهم الدوسي ديالو وتسوخر اللور. نسبة الفشل 0%، وهما اللي كيحدوا ليك شحال غتخلص. داكشي اللي طلبوه هو اللي كاين وما كيعرفوش المتاويه. حنا بصفتنا مافيا وعندنا اعداء كان خاصنا نتهناو من هاد المرتزقه. يكفينا نقتلو غير الشاف ديالهم، حيت بلا بيه ما يقدروا يديروا والو. ولكن باش توصل ليه صعيب، وفي المقر ديالو كاين باب واحد كيدخل وكيخرج. فاذا بغيتي توصل الشومبر ديالو خاصك دوز على الرجال ديالو كاملين. تصور معايا انت داخل كيبانوا لك الرجال شي كيدوش شي كيتريني، وترى كل واش كيدير. المهم صعيبه بزاف، وحتى الا صيفطنا ليه الدريات ما غيديروا والو. واذا جينا بطبيعه الحال نتحاربوا معاهم فراه ما غاديش نخرجوا كاع من سنغافوره. كانت واحد الفكره اننا نخطفوا العائله ديال اليد اليمنى ديالو، وديك الساعه فراه نطلبوا منه يقتل الشاف ديالو اذا بغى عائلته يبقاو حيين. ما قلنا يقدروا يحاربونا مباشره من بعد هذه العمليه. استبعدنا حيت في الصراحه كاع ما مسلكانا. فكرنا باش نديروا ليه السم في الماكله، ولكن
البلاصه اللي كيوجدوا ليه فيه الماكله كاينه حدا الشومبر ديالو، وحتى كاع الا قدرنا نوصلوا ليها ونديروا ليه السم غادي يعرفوا ديك الماكله مسمومه، حيت قبل ما يحطوها ليه كيدوقها واحد من الرجال ديالو قبل ب4 ديال السوايع. بعد ما علمت كاع الحلفاء باش يعطيوني معلومات اخرى على هاد خوتنا، وملي بديت كنشوف الدوسي لقيت واحد الشعار ما غريبش عليا. بقيت كنتفكر فين شفتو شي شويه ورا ترجع بيا السين شالور، وبديت كربط في الاحداث ديال اغتيال القزامي، وقلت ربما تكون عندهم شي علاقه، وانا نتفكر بلي داك الشعار شفتو ملي مشينا الفلبين. ناض ديك الساعه مشيت بديت كنستجوب في دوك اللي قتلوا القزامي، ولقيت بلي ولاو اعضاء في ديك العصابه وخدمتهم هي القتل. حاولت نجبد منهم معلومات على ديك العصابه. القضيه ما كانتش سهله، حيت في الاول كان كيحسب لي غير هذا مجرد تمرد من داك العزي. الساعه القضيه كانت كبار مما تصورنا. المهم عذبتهم مزيان وخليتهم يعطوني واخا غير شي طوره. قالوا لي بلي مره في الشهر كيمشي بوحدو للجبل، كاين في شي بلاصه تماك بعيده على المقر ديالو، وكيبقى يدير شي طقوس تما، كيشرب شي ماء من واحد العين، وكان خاصنا نفكروا كي نديروا ليه باش نقتلوه. لا عين شافت لا قلب وجه. بعد ما خديت كاع المعلومات على البلاصه بالضبط والوقت، مشينا وسبقنا بسيمانه وبقينا غير كنتسناوه تما. ما تصوروش هاد العمليه شحال كانت صعيبه عليا نفسيا، حيت هادي اول مره كنشوف فيها تحرك ديال الريوس الكبار لشي عمليه، وما كلفوش كاع الرجال ديالو. انا عرفت الخطوره ديال هاد السيد واننا ما خصناش نفشلو. المهم ملي وصل البلاصه كان بوحدو، ودا مباشره في الطقوس ديالو. ملي هبط راسو في ديك العين بغا يشرب، هبطنا عليه ما تلقناه حتى شبع مزيان الماء، بقى كيبقبق حتى تخنق. العمليه شي شويه كانت سهله، وهذا الشيء بفضل الرؤساء حيت عندهم اعوام ديال الخبره. المهم ملي تاكدنا بلي راه مات، رجعنا في حالنا بحال ما وقع والو. ولكن بالي ما بغاش يرتاح، بغيت نعرف شنو الطقوس اللي كان كيديروا علاش. ما علينا، جينا في حالنا وكلشي كان فرحان وناشط. ولكن ملي وصلنا لقينا مصيبه كبيره.